الماضي. وأضافت الحركة أن المؤتمر كان سيعقد في مقرها بالمنامة يوم الأربعاء، بينما نفت وزارة الداخلية أن تكون قد حضرت المؤتمر. ويأتي الحظر إن تأكد بعد أسبوع من رفع حالة الطوارئ التي فرضت في منتصف آذار مارس الماضي، عندما أنهت السلطات بالقوة شهرا من الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والإصلاح. ومعنا من المنامة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق. شيخ علي سلمان، مسؤول في الداخلية قال إنه لم يتم منع هذا المؤتمر، بل فقط طلب من المنظمين تقديم إخطار لتنظيم اجتماع عام وفقا للقانون. تقديم إخطار هذا إذا كان هناك حركة في الشارع العام من قيام مسيرة واعتصام في الشارع العام. أما الأنشطة السياسية التي تتم في مقرات الأحزاب السياسية والجمعيات السياسية بحكم القانون والتجربة طوال 10 سنوات لم تكن تحتاج إلى أي نوع من الإخطار، وهذا ما تمارسها جميع القوى السياسية بما فيها القوى غير المعارضة، كانت ولا زالت تقيم أنشطتها من دون تقديم أي إخطار. الحديث عن إخطار هو إضافة قيود جديدة على مساحة الحركة السياسية في البلاد، وهو ما نرفض أن نستجيب له، لأن هذا سيقود إلى أن مجرد أن يجتمع 10 أشخاص في مقر الجمعية ليناقشوا موضوعا عاما يحتاج أن يقدموا إخطار إلى الجهات المسؤولة، وهذا تعسف في المضايقة على حرية التعبير الأنشطة السياسية. ولكن لربما في أوضاع عادية وليس استثنائية مثل ما جرى في الأيام القليلة الماضية في البحرين، لربما عقد ندوة أو مؤتمر لا يحتاج إلى إخطار، ولكن بالنظر إلى ما حدث ربما هذا يقلق السلطات من تجدد حركة ما تزعجها. الأوضاع اليوم ليست محكومة بقانون السلامة الوطنية أي قانون الأحكام العرفية الذي كان جاري. الأوضاع عادت إلى القوانين العادية، والقوانين العادية تسمح بمثل هذه الأنشطة. حتى في ظل قانون السلامة الوطنية عقدت القوى الموالية ندوات وبرامج في داخل المقرات وفي أماكن العبادة وفي الشوارع العامة، ومن دون أن تكون هناك حاجة إلى إخطار مسبق أو ما شابه ذلك. طيب إلى أي حد هذا الجدل يخلق توترا قبيل محادثات مزمعة مع المعارضة في يوليو المقبل؟ البحرين بحاجة إلى أن تفتح أبواب الحرية واحترام حقوق الإنسان وتسمح بالتعبير إلى الآراء المختلفة، لأن سيادة رأي واحد عبر أجهزة الإعلام الرسمية عبر الصحافة الموجودة مسموح لها بالكتابة اليوم يغيب الصورة الكاملة التي يجب أن يعرفها جميع أهل البحرين، وبالتالي يأخذوا طريقهم إلى المستقبل. نحن جميعا نعمل على تهيئة الأجواء التي ينجح فيها الحوار المزمع القادم، ولكن هذا يحتاج من الدولة وهي التي تملك الأوراق الأكثر أن تقوم بهذه المبادرة، وأن تفتح أبواب السجون، أن تفتح أبواب الحرية للكلمة، أن تفتح أبواب الحرية للعمل السياسي، من أجل أن تنتج عملية حوار حر وحقيقي يمثل إرادة الناس الذين يشتركون فيه. شكرا جزيلا لك. من المنامة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق.